خلال هذه المنابر ومن خلال هذه الحملات التحسيسيه كندعيو لجميع النساء على مستوى ديال جهه بني ملال الخنيفره انهم يلتجئوا لجميع المراكز الصحيه التابعه للمديريه الجهويه للصحه من اجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. واللي ايجابي هذه السنه في مدينه بني ملال بالخصوص جميع المصحات الخاصه انخرطت معنا وبشكل مجاني، الابواب ديالها مفتوحه من اجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. المراه الملاليه والمراه اللي كتنتمي لهذه الجهه يكفي انها تلتجئ للمركز من هذه المراكز ولا مصحه من هذه المصحات وغتلقى الباب ديالها مفتوح انها دير البالباسيون. كاين دي زيكيب اللي غادي يكونوا واقفين على هذه المساله ديال لا بالباسيون. في حاله ما الا لقات مشكل عندها سواء ان نوديول ولا ان كيست غادي يديروا لها ليكوغرافي، وفي حاله ما بانت لانديكاسيون ديال لا ماموغرافي جميع المصحات غيديروها بشكل مجاني لا ماموغرافي على مستوى الثدي. اذا من هذه المنابر اغتنم الفرصه وكنقول لجميع نساء هذه المنطقه انهم يلتجئوا للمراكز الصحيه في بني ملال والمصحات الخاصه ببني ملال من اجل الكشف المبكر عن سرطان الثدي. هذه حمله الاعتبارات كبيره اللي خلاتنا اننا ودفعتنا اننا نديروا هذه الحملات التوعويه، بحيث ان السنوات السابقه وصلنا لواحد العدد اللي ما غاديش نقول مخيف، ولكن ديال 6000 امراه اللي دوزنا لها الكشف المبكر عن سرطان الثدي. ولكن لوطو اللي لقيناه ديال لي فام سيسبكت جعلنا اننا نبقاو منخرطين من اجل سلامه المراه الملاليه بالخصوص والمراه المغربيه بشكل عام. احنا اليوم انطلاق واحد الحمله اللي جات لتعزيز الحمله شهر اكتوبر. هذا شهر اكتوبر اللي قامت بها المديريه الجهويه على غرار باقي جهات المغرب من اجل الكشف المبكر لسرطان الثدي والكشف المبكر لسرطان عنق الرحم، اللي بدات من 1 اكتوبر وغادي تسالي في 31 اكتوبر في جميع المراكز الصحيه، وايضا في الخمس المراكز ديال المرجعيه للصحه الانجابيه بجهه بني ملال خنيفره، دون ان ننسى لو سونتر دونكولوجي اللي عندنا في الجهه. كما قلت بان هذا اليوم هو تيجي بتعزيز هذه الحمله. هذا اليوم هو تعزيز ديال واحد الشراكه مع المتدخلين من جمعيات محليه اقليميه وجهويه، وايضا من سلطات محليه وسلطات ولائيه. هذه الحمله اللي غادي تنطلق ايضا من 20 حتى 31 اكتوبر من اجل الكشف ايضا المبكر ديال هاد السرطانين. وهنا خصني نكون واحد الميساج بالنسبه للساكنه ايضا، لان هذه الحمله ماشي هو الكشف فقط ولكن حملات تحسيسيه، وارتأينا بالاشراك الشباب، لان ربما تقريبا اكثر من 2500 شاب اللي تيشارك في هاد لامارش من اجل التحسيس ديال هذه الفئه المستهدفه ديال الكونسير دو سان هي ما بين 45 و 69 سنه. بالنسبه للكونسير دو كول يعني كونسير ديال عنق الرحم ما بين 30 و 49، ولكن قلنا كوم بانه اشراك الشباب هما اللي غادي يحملوا المشعل، هما اللي غادي يقوموا بالتحسيس اللي داويهم للاسر ديالهم. هنا تنهيبوا بالساكنه المحليه، ساكنه الاقليم، ساكنه الجهه، انهم يمشيو يديروا الكشف لانه سي غراتوي من اجل الكشف ديال هاد السرطانين اللي باقين كثار في المغرب، ولكن بتضافر جميع الجهود، تضافر ديال جميع الجهود، القطاع الصحه، لا قطاع الصحه العام، لا قطاع الصحه الخاص، لا الجمعيات، لا ايضا مشكوره السلطات المحليه والسلطات الولائيه، غادي نوصلوا الاهداف ديالنا المسطره وغادي نقدروا نقضيو على هاد السرطانين. فرحانه اليوم باش نجي نمثل المدينه ديالي في هذه الحمله التحسيسيه وهذا العمل النبيل اللي من خلاله جميع الاطر الصحيه والمسؤولين كيسعوا باش يحاربوا واحد المرض اللي هو سرطان الثدي، مرض اللي كاين في بلادنا واللي خاصنا نحاربوه ولا نعالجوه بالكشف المبكر. هذاك الشيء علاش جميع المراكز اللي كاينين في الجهه ديال بني ملال كيقدموا كشف مبكر لمرض سرطان الثدي بالمجان. دونك انا جو في ابيل او جون، جميع الناس اللي يقدروا يشوفوا هذا الفيديو انهم يديو والديهم، خوالهم، عائلتهم، جيرانهم، ويوصلوا لهم هذه الانفورماسيون باش يمشيو يديروا الكشف المبكر، لان هذا هو الحل باش نحاربوا هذا المرض. هذه ثالث مره اللي كنشارك في هذه البادره هذه بالاخص.
لانها كتهمنا كما كتهم الوالده ديالي والزوجه ديالي وبناتي كذلك. فكما كنعرفوا هنايا هذا اكتوبر الوردي اللي هنايا في بني ملال غتستافد منه النساء ديال بني ملال خنيفره والنواحي بالكشف المجاني يعني المبكر. سرطان الثدي اللي هو واحد المرض اللي حقا نسبة الشفاء أو العلاج منه كتقدر توصل حتى 99% الى تكتشف بكري. فهنايا فين كاين الدور ديال اننا نوعيو المراه انها في واحد السن ديال الشباب كتفوت يعني السن ديال 30 عام وما فوق تبقى دير كل سنه كشف مبكر، لان الا تكتشف هذاك الورم في البدايات ديالو فكيسهل العلاج ديالو. الا كان مراحل اخرى كيتعالج، ولكن كتكون القضيه شويه كتطلب اكثر من الوقت واكثر من الجهد وشويه ديال العذاب وشويه ديال هذا اللي كنتمناو من الله انه الله يشافي كل مريضه وكل مريض، والله يحفظ كل صحيح، والله يحفظ نساء العالم من اي داء، والله يحفظ البشريه جمعاء. منذ وقت طويل وانا اسير واتابع دائما المسار ديالها، وكنحضر تقريبا كل سنه، هذه السنه الثالثه كنحضر معهم، اللي كيدعوا دائما على انهم الحد من هذا المرض، لانه مرض مزمن، مرض قاتل. يمكن للحد من على الاقل الحد منه والانتشار ديالو السريع هو على الاقل يدعونا دائما الى الكشف المبكر، لانه كيبقى حل من الحلول. حتى المرض ما كيكون في البدايه ديالو كيكونوا بزاف الحلول، اما للاسف سموه السرطان لانه عندما يسري في الجسم تكون غالبا النهايه مأساويه. التحسيس ثم التحسيس بالكشف المبكر هي ضروره، ومن خلال الحضور ديال بعض الفنانه ولا الرياضيين ولا وجوه اللي كيمكن عندهم علاقه بالجمهور ولا كيكون عندهم متابعين، كتوصل الفكره بواحد السلاسه وكتوصل بسهوله. خص التعميم، خص ماشي غير يوم واحد، خص هذا اليوم هذا يكون 3 أيام او 4 أيام، موائد مستديره، يمشيو الاسواق، يمشيو المدارس، يحسوا حتى الاطفال الصغار. ربما الاطفال الصغار يمكن ينبهوا الامهات ديالهم، خصوصا كيتوجهوا للنساء لانهم هن المعرضات للاسف اكثر هذا المرض اللعين. ويكفينا نقول لك انني فقدت اعز انسانه لي الاخت ديالي فاطمه الله يرحمها، اللي توفت بسبب مرض سرطان الثدي، وللاسف اكتشفنا المرض متاخر، وطريق العلاج كان جد طويل ومتعب ماديا وجسمانيا، ولكن في الاخير سلمت روحها لله ما اخذ ولله ما اعطى. شنقول لك، الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وتستحق منا كل التقدير والاحترام، وكذلك تستحق منا كل المجهود. على الأقل ندقوا في كل بيت وننصحوا العيالات أنهم يمشيوا ويقلبوا على راسهم، وتحس بأي حاجة ولو بسيطة ولو غير وهم تمشي، لأن شحال العيالات كيحسوا معهم صبارات كيبقى يقولوا مساكن لا الوليدات الزمان حتى تيلقاو أن المرض انتشر. الله يحد الباس ومزيد من المجهودات، ولكن هذا ما كيستنيش على ان كاين هناك مجهودات تبذل من اجل على الاقل الحد من هذا المرض.